افتكرت طفل بين الحياة والموت، موجود في غرفة العمليات في المستشفى، وكل حاجة ماشية بسرعة جدا بس بدقة، كأنها في فيلم أكشن. الدكتور واقف بس مش لوحده، حواليه فريق كامل بيتحرك بلغة من غير كلام. في دكتور بياخد منه الإشارة قبل ما بياخد خطوة، في ممرضة عمالة تحرك الأدوات بدقة وبثبات، وفي واحد بيقرا المؤشرات الحيويه، وحد بيهيئ الاهل اللي بره. حاجه يعني اوركسترا. والطفل بفضل الله بينبض تاني، وكل اللي جوه الاوضه ما كانوش بيبصوا على بعض، بس كلهم كانوا قلب واحد. وده بقى الفريق الحقيقي. دي مش بس ناس شغاله مع بعض، لكن ارواح مربوطه بهدف واحد، نفس النفس ونفس النبض. أهلا بيك في مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب في أسوان، اللي فيها فرق حقيقية. الفرق اللي فيها مش بتتقاس بعدد الناس، بتتقاس بروح التعاون والثقة اللي ما بينهم. الجماعة بتوع البيزنس عندهم نموذج مشهور قوي اسمه تاكمانز موديل. تاكمان ده بيقول إن مراحل بناء الفريق هي 5 مراحل. يقول لك ان هي بتبدا بحاجه اسمها التكوين الفورمينج، بعد كده الصراع ستورمينج، بعد كده الاستقرار النورمينج، بعد كده الاداء بيرفورمينج، وبعد كده ادجورنينج، خلاص قفلنا الحاجه اللي شغالين عليها ونخش في اللي ورا. معظم الفرق اللي بتشتغل على ارض الواقع، وده واقع عملي من الارض، يعني انا مش بجيب لك كلام كتب، بتقف او بتعطل عند مرحله الستورمينج، الصراع، وما بتعديش. ليه؟ لأن محدش بيحاول يفهم التاني، ولا في وقت نتكلم، ولا بيئة تسمح بده. جوجل الكبيرة جدا عملت دراسة في مشروع اسمه بروجكت أرسطوطل. في المشروع ده وفي الدراسة دي اكتشفوا إن أنجح الفرق مش بس اللي هي فيها هايست كواليتي وأعلى كفاءات وأجمد حاجة، لا، وإنما الفرق اللي فيها أمان نفسي. يعني كل فرد بيحس إنه مسموع ومقبول، وانه يقدر يغلط ويتكلم ويعترف بغلطه من غير خوف. مش بيحسسك بحاجة الكلام ده. عشان كده عايز اقول لك، لو انت في فريق، شوف دورك ايه، شوف دورك الحقيقي، مش بس شغلك، دورك في الروح العامة للفريق. انا عايزك تساعد، وعايزك تسأل، وعايزك تتكلم، وعايزك تدي الامان. ولو ما لقيتش الامان في الفريق، اسأل نفسك، انا هنا في مكان الصح ولا غلط؟ بص يا صديقي، اوقات الكفاءة اللي هي كفاءة عالية كده وخلاص بتقتل الفريق. ليه؟ لان في مرحلة الصراع والستورمينج كل واحد بيحاول يلمع لوحده، الفريق بيفقد نوره. زي ريال مدريد كده، جايبين لعيبة كتيرة جدا من كل الحتت، ولو مفيش ما بينهم تنسيق بوم. وعشان الفريق مش سباق، الفريق رحلة، ولو مشيناها سوا هنكسب، لو مشيناها فرط هنلبس. مشروع كبير كنت فيه، كان عندي 2 من أفضل المهندسين، بس دايما على خلاف، كل واحد شايف التاني أقل منه، فأنا جامد وهو أقل، والتاني شايف إن هو جامد وأنا أقل، وهما الاتنين عمالين يولعوا في بعض. طبعا مين اللي كان بيتأثر؟ المشروع. كان كل مرة بنتأخر على الديدلاين أو التسليمة بتاعت العميل عشان العناد بتاع الاتنين. فطبعا الموضوع زاد عن حده جدا، فعملنا جلسة مصارحة وقعدناهم واتكلموا، والكونكلوجن أو الاستنتاج اللي خرجنا بيه واحنا قاعدين، قلت لهم يا جماعة الخير، أنا أصلا مش عايزكم تبقوا حبايب، بس ركز كويس قوي في ده. أنا مش عايزكم تبقوا حبايب، يعني زراعة المحبة دي مش بتاعتنا، دي بتاعت ربنا. بس الشطارة انك تكسب زميلك والمشروع ينجح بيهم او بيكم انتوا الاتنين. فمش لازم الاقيكم بعد الشغل نازلين الكافيه وقاعدين تدردشوا وكل واحد جايب مراته معاه وقاعدين مع بعض او لمين الشلة، وانما ازاي تكسبوا بعض في الشغل. وبناء عليه المهام بدأت تتوزع احسن، وكل واحد بقى شايف التاني شريك مش منافس.
جونسون اند جونسون شركه شهيره جدا عملت نظريه بتسميها سوشيال انترديبندنس ثيوري، بحبها قوي واقروا عنها كويس وبنعملها في تدريبات كتيره يعني. الاعتماديه المجتمعيه، ايه النظريه بتاعت الاعتماديه المجتمعيه دي؟ بتقول لك الزتونه بتاعتها ان ازاي تخلي الفريق بتاعك يفكر بالشكل التالي: مش انا عايز انجح وعايزك تنجح، لا لا لا، انا مش هينفع انجح غير لما انت تنجح، وانت مش هينفع تنجح غير لما انا انجح، وهبقى حريص على نجاحك عشان يترتب عليه نجاحي والعكس بالعكس. وصول جونسون للحاجة دي او للطريقة دي او للفكرة دي حاجة رقي كبير جدا، وعشان كده عايزكم تقروا فيه. فالفرق الحقيقية مش بس كوميونيكيشن، مش بس تواصل. الفرق الحقيقية بتبدأ من احترام وثقة، وان احنا شايفين ان احنا هنكمل مع بعض. فأرجوك لو انت بقى مدير ما تبقاش سبب ان فريقك يبقى بس جروب كل واحد فيهم بيناطح عشان يبان ويظهر. وختاما أقول إن القلوب إذا اجتمعت على هدف نبضت بالحياة، وإذا تفرقت ضاعت في الصمت. فكن ممن يحيي القلوب، لا تكن ممن يمزقها.